بكم من جديد. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة الفنانة حبيبة. اتهموها ظلم بقتل زوجها ب30 طعنة، وصدفة طبعا أنقذتها من السجن 5 سنين. هنقول التفاصيل بتاع الخبر. الفنانة حبيبة هي مواليد 28 سبتمبر 1976، وقبل ما يوصل سنها ل20 سنة بدأت تتشهر بشكل كبير، فشاركت في 6 أفلام وأكتر من مسرحية. وأثناء بقى مشاركتها في مسرحية بهلول في اسطنبول، مسرحية شهيرة طبعا، اتعرفت على زوجها عطلة جعفر لأول مرة. طلب منها بقى الجواز في السر بعلم أهلها بس. طبعا كان جوزها على وشك ان يتمم اجراءات الجواز، لكن هو اتقتل وعثروا على الجثة بتاعته فيها اكتر من 30 طعنة. طبعا اتهموها بالظلم بقتله واتقبض عليها واتحكم عليها ب10 سنين سجن، قضت منهم 5 سنين سجن لحد الصدفة ما خرجتها من السجن. وده طبعا لان واحد من اللي قتلوا جوزها راح يبيع ساعة خاصة بيه. فطبعا اتقبض عليه وعلى باقي المجرمين وخرجوها هي من السجن. طبعا خرجوها هي من السجن بعد ما قضت في السجن 5 سنين كانوا من أصعب 5 سنين في حياتها. وبالتالي بعد ما خرجت من السجن رفعت قضية بتطالب فيها بتعويض 1,000,000 جنيه. وطبعا أكيد ملايين الدنيا مش هتعوض الواحد عن فقدان حريته وكده. وهسيب التعليق ليكوا، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وتحياتي ليكوا.